يعني قلة ذوقها وصلتني ان انا اقول هو انا ليه مؤدبة كده، هو انا ليه ما بردش عليها؟ المفروض الست دي تتهزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهاردة من الفيديوهات القليلة جدا على القناة اللي اتكررت تقريبا مرة او مرتين بس من 10 سنين، وهي دردشة او ان احنا نتكلم مع بعضينا. يعني الحقيقة انه الفترة الاخيرة حصل معايا كذا موقف ضايقني. هتكلم النهاردة معاكم عن موقفين هنتناقش مع بعض. موقفين ضايقوني نفسيا، مش مجرد ان هو موقف وعدى، لا، انا بس ابتديت افكر ازاي الناس ممكن توصل اللي قدامها للدرجه دي. انك تقول هو انا ليه اهلي ربوني كده، هو انا ليه محترم كده. انا بصراحه الشغلانه بتاعتي دي تعرضت لموقف كتير. انا شخصيتي اتغيرت جدا، يعني من زمان كنت اهبل من كده فشخصيتي اتغيرت كتير. بس كل مره بيحصل معايا موقف بقف مذهوله قصاد قله الذوق والعجرفه بتاعت الناس، وازاي اللي قدامك عايز يستغلك لمصلحته باقصى حاجه. حتى لو هيقلل منك، حتى لو هيأذيك نفسيا، مش مشكله، هو اهم حاجه مصلحته. فالنهارده هنتكلم مع بعض في موقفين حصلوا لي، وتقولوا لي انتوا لو مكاني هتعملوا ايه. وفي نفس الوقت لو الفيديو عجبكم قولوا لي تحت في الكومنتات ونكرره تاني. اول موقف هنتكلم عنه هو موقف من الكومنتات اللي بتتكتب للواحد. تمام. يعني الموقف ده والكومنت ده استوقفني كتير قوي، فكرت فيه كتير قوي. تمام. تاني موقف هو خاص بالشغل. يعني كان شغلي جايلي وخاص مخصوص بهذا العضو الجديد اللي انضم للقناة عندنا، اللي هو المايك بتاعي. تمام. عليه وتخيلوا مايك عليه حوار، انتوا متخيلين؟ فيلا بينا. اول حاجه موقف الكومنتات. انا عاده على الانستجرام، تمام، بنزل ريلز، يعني قليل لما بنزل بوستات الحقيقه. متابعني على الانستجرام، روحوا تابعوني على الانستجرام عشان ما يفوتكوش حاجه. بيبقى معايا اول باول، لو سافرت بتعرفوا، صور لكم وانا مسافره، مش عارفه ايه كده يعني. فمن السنه اللي فاتت انا جايبه المايو اللي هو المحجبات دوت، اللي هو من شي ان. المايو ده انا بيجيلي عليه كومنتات رائعه. انا عايزه اقول لكم الناس كانت بتوقفني على الشط يسالوني على المايو ده، كنت لابساه انا واختي، ونزلت بوست. ناس كتير بقى بتسالني طب هو بينشف على الجسم، بيبقى بيلزق، طب بيترفع، طب ايه؟ كومنتات كتير. فقلت ان انا ايه، اعمل لكم بوست فيه صور شكل المايو علينا، الوانه، لما اطلع من الميه يبقى شكله عامل ازاي على الجسم، قد ايه بينطر الميه وبينشف بسرعه. فعملت بوست على انستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت. تمام. في صور ليا انا واختي بالوان مختلفه من المايو، وعملت لكم فيديو قصير في نفس البوست لما كنت طالعه من الميه بيبقى شكله عامل ازاي. حتى هتلاقوه بيشرشر ميه مني، يعني قد ايه بينطر الميه وما بيلزقش على الجسم خالص. عايزه اقول لكم بجد بدون مبالغه، البوست ده من ساعه ما فتحت الانستجرام لحد النهارده هو اكتر بوست، مش ريل، اكتر بوست جاب مشاهدات، جاب لايكات، جاب كومنتات. بجد يعني دايما البوستات عندي على الانستجرام بتكون قليله، حتى الناس اللي بتتفرج عليها مثلا نقوله 500 نفر، لكن البوست ده جاب الاف. يعني بجد كان بوست الناس تفاعلت معاه حلو قوي. تيجي واحده كده تحشر نفسها في النص وتكتب لي الكومنت السخيف ده، وانا بقى كاتبه تحت البوست بقى وقد ايه انا مبسوطه ان انا بشجع البنات على الاحتشام، وانه قد ايه المايو جاب كومبليمون حلوه جدا، وبيجي لي كومنتات عليه والناس بتوقفني، وقعدت احكي بقى قد ايه يعني انا مبسوطه بالمايو ده. تيجي لي واحده تخش تكتب كده وتحط، طبعا زي ما احنا عارفين لازم الكلام السم بيتحط في وسط العسل، ما يعني فاهمين، انا بحبك قوي وانتي اجمل يوتيوبر بحترمها، والكلام التعبان ده. وفي النص بقى بس المايو ده زفت الطين ما علينا. طب انت شايفاني انا مبسوطه بالمايو، وفي ناس عاجبها، والناس نازله في الكومنتات قد ايه مبسوطه بشكل المايو بتاع. ايه السخافه دي بجد والله العظيم يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه قمه في قله الذوق دي؟ ده لسه، هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ ده لسه. رحت رد عليها، كتبت لها زي ما انتوا شايفين، يعني انا يعني كمان انا رديت عليكي، تقوم انت بقى مصممه يعني والله العظيم بصوا خرجتني. هي مصممه ان هي تضايقك، هي مصممه ان هي يعني انا مش عارفه، والله العظيم انا حاولت، بقول لكم انا قعدت كده افكر في الكومنت ده، اللي هو انا عايزه ادخل جوه مخها اشوف هي عايزه، يعني هي بتفكر في ايه.
وهي مصممه ان هي تقل من الفرحه بتاعتك، او تقلل من يعني انا مش عارفه هي والله العظيم حتى انا مش لاقيه اقول لنفسي الانسانه دي ممكن تكون ايه في دماغها. لا بس في حاجه، في مايوات احسن من كده برضو، لا في اذواق احسن من كده برضو، اصل في زفت على دماغك يعني ايه ده؟ ايه ده 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 ايه ده؟ يعني والله العظيم انا لو واحده بجد مش متربيه، او واحده والله العظيم حتى لو متربيه، كنت المفروض ادخل اقول لك وانتي مال اهلك، عاجبني، ما تخليكي في حالك يا مهزأة. يعني المفروض ان الشخصيه دي تتهزأ والله العظيم. اقوم انا برضو بتربيتي رحت قايله لها بس هو عاجبني، مش عارفه ولا انا، والله العظيم انا ما عارفه، قلت لها احط لكم هنا انا رديت عليها قلت لها ايه، بس يعني انا فاكره ان انا رديت بذوق جدا برضو، يعني ولو قلت لها هي الدنيا اذواق يعني. بعد كده قعدت افكر مع نفسي، وانا ليه مؤدبه كده؟ وانا ليه اهلي ربوني قوي كده؟ لدرجه ان انا ساعات يعني والله العظيم انا متاكده ان انتوا في منكم اكيد هيوصل لهم هذا او شعور، او يوصل لهم انه انا ما ربيش ولادي بقى، انا اخلي ولادي كده بقى يعني يخشوا الدنيا بصدرهم كده ويردوا على ده ويشتموا ده ويعملوا اللي هم عايزينه يعني. الناس تستاهل بجد، الناس بجد تستاهل. بعد كده اقعد مع نفسي اقول لا يا جماعه، لا، مش معنى ان في حياتنا ناس قلالات الادب وقلالات الذوق وعندهم القدره انهم يقللوا من اللي قدامهم ويكسروه ويتنمروا عليه، او ان انا ما ربيش ولادي وان انا ولادي ما يبقوش متربيين. لان انا في الاول وفي الاخر انا مش عايشه، ربنا مش جايبنا الدنيا دي عشان الناس لا، احنا ربنا جايبنا الدنيا دي عشان نعبده ونعمل الحاجات اللي هو قايل لنا عليها. فانا لما بربي ولادي، او انت لما بتربي ولادك، انت بتربي ولادك على الصح والغلط عشان خاطر يتعاملوا بالمعامله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني الاخلاق والتربيه دي اهم في ديننا من انك ترد على حد وتكتسب لنفسك ان انت رديت بقى وان انت جامد. لا، مش ده اللي انت هتاخد عليه حسنه في اخرتك. انت اكتسبت لنفسك وكسبت الموقف في الدنيا، بس في الاخره ما خدتش حاجه. فلا لا انك تشتم او ترد بقله ذوق او تبقى قليل الادب، دي حاجه انتصار ليك في الدنيا بس مش في الاخره. وطبعا انا عارفه ان المسلم القوي خير عند الله من المسلم الضعيف، ان انت تاخد حقك في الدنيا خير عند الله من انك تكون ضعيف وبتاخد على قفاك يعني، بس بادب وباحترام، مش بقله ادب وقله ذوق. لان في ناس كتير للاسف دلوقتي فاكرين ان قله الادب وقله الذوق وتعليه الصوت والحاجات اللي بيحصل دي هو انت كده جامد، انت كده بقى الناس تعملك، الناس هتعملك الف حساب في الدنيا، بس في الاخره الله اعلم حسابك هيبقى ايه، لان انت بتغلط في الناس وبتخوفهم. وفي ست دخلت النار بس هي بتصلي وبتصوم وبتعمل كل حاجه ربنا قال عليها، بس كانوا جيرانها والناس اللي حواليها بيخافوا من لسانها، كانت ست صليطه اللسان فدخلت النار. دخلت النار بس عشان الناس بتخاف من لسانها. فانك تبقى صليط اللسان او بترد او بتشتم او بتوجع الناس بلسانك، انت كده مش جامد، انت كده تخش النار. ف اللي ريحني بجد لما قعدت افكر في الموضوع حبه، انه لا، انا اربي ولادي وانا بشكر اهلي ان هم في يوم من الايام ربوني ان انا ابقى انسانه محترمه، احترم نفسي واحترم ديني واحترم اللي قدامي حتى لو هو مش محترم. يعني هو ما يستاهلش، بس انا بعمل لنفسي انا. فارتحت لما فكرت بالطريقه دي، بجد ارتحت. بس بجد ان يكون في نماذج زي كده في حياتنا، دي حاجه مقززه جدا. وقولوا لي انتوا لو مكانها هتعملوا، انا عارفه ان انتوا هتقولوا لي بقى هنهزقها وهنشتم، بس بجد يا جماعه انا حسيت انه، عارفين لما توصلوا لمرحله انه انت حتى ما تستاهلش طاقتي في ان انا ارد عليك. انا حتى ما مسحتش الكومنت، يعني انا اللي هو خليكي كده هوهوي بجد، عارفين والله العظيم اللي هو هوهوي. انا كفايه عندي الكومنتات اللي الناس كاتباها والفيوز واللايكات، وقد ايه الناس كان يعني اللي هو هوهوي حبيبتي،
يلا نخش على الموقف اللي بعديه.